والنهارده هحكي لكم عن يوم مختلف جدا، يوم بيتغير فيه الحرم كله. يلا بينا نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في اليوم ده الحجاج كلهم رايحين على جبل عرفات، مكة تهدى والشوارع تسكن، والحرم اللي كان مليان ناس يبدأ يفضى. لكن مش فاضي تماما، لأنه في ناس تانية من أهل مكة، ستات كبار في السن، ما طلعوش مع الحجاج، لكن قلوبهم مش قادرة تسيب بيت ربنا. دول بنسميهم الخليف، ناس بيجوا الحرم بعد ما الحجاج يمشوا عشان يعمروا المكان بالدعاء والقرآن والونس. ومنهم ناس خاصة جدا، الناس بتسميهم مونسات الحرم، ستات بيحبوا الحرم حب كبير، بيجوا يوم عرفة، يقعدوا في الزوايا، يقرأوا قرآن، يدعوا من القلب، ويوزعوا تمر وماء زمزم. واحدة منهم تقول: إحنا نسوان ربنا، نونس بيته لما يفضى. في اللحظة دي تحس إن الحرم مش فاضي، ده مليان بقلوب بتحب وعارفة قيمة اللحظة. يوم الخليف مش يوم عادي، ده يوم الحرم بيهدي نفسه لناس مخصوصة، ناس ربنا عارفهم. ودي كانت حكايتنا النهاردة. الحكاية إيه؟ الحكاية إن في ناس حتى لو ما حجوش، لكن قلبهم عمره ما بعد عن بيت ربنا.